بشكل عام. يدير لقاء النهارده طاقم مصري، والطاقم المصري اثبت وجوده طوال الدوري، ونازل الكابتن شحته الاسكندراني والكابتن محمود الخطيب المصراوي الجميل عشان يبدأ معا ضربة البداية. والله زمان يا بيبو، والله زمان يا شحته، لكن هذا هو الزمن، وهذه هي التعبيرات الجميلة للنجوم الكبار عندما يحين وقت وجودهم في الملاعب. اثنين من أجمل وأرقى ما شهدت ملاعب الكرة المصرية. كابتن شحته الاسكندراني نبدأ به باعتباره هو ابن البلد وسيد البلد، وكان دائما وأبدا الكابتن شحته مثال يحتذى به في الأخلاق الجميلة، وأيضا في روعة الأداء. وادي شحته، وادي بيبو، وادي التانية، وادي الكعب. يا جمالك يا بيبو، يا جمالك يا بيبو. والله بيبو لعبت معاه مرة خماسي، لقيته بينطق غطى الإزازة، غطى الإزازة ما رحمهاش، فتح الإزازة ونطقها، وكانت إزازة بيبسي كولا بالمناسبة، بما إن الراعي النهاردة وبتاعنا هو بيبسي كولا. كل الجماهير بتنادي على بيبو، وياما بيبو متع الجماهير، ياما بيبو صال وجال في الملاعب. ياما بيبو لما كانوا بيقولوا ايه هتغير من بدري ولا ايه، لما كانوا يقولوا بيبي هيلعب كانت الخزنه بتاعت الاهلي تتفتح وتتملي. بقى لو بيبو كان مصاب ولا حاجه، البس الطاقية الاسكندراني يا بيبو، البس الطاقية الاسكندراني. حاجه جميله، نجم بكل ما تحمل الكلمه من معنى. لما كان يغيب بيبو عن الملعب كانت الخزنه